انا منتمي غصب عنك وغصب عن اللي خلفوك، منتمي لهالوطن بدون هدية وبدون رشوة وبدون منصب، لانه اصلا ماليش وطن غيره. الارض وبعتوها، والمستقبل طلع وهم، طلع سراب، خليتوا كرامة الناس كلها بالارض. انت منتمي لهالوطن، للي بتهبروه من هالوطن. سووا مصنع، لمين مصنع؟ لوزير سابق. لمين الجامعة هاي ما شاء الله؟ لمسؤول حالي. ماكلين الاخضر واليابس، مسويين هالبلد مزرعة لكم. ما خطرش ببالك انه اولادنا راح يضلوا جعانين، وانه اولادكم راح يحكموا اولادنا ويصيروا وزراء عليهم؟ ما هي بلدنا. الفقير لازم يخلف فقير، والوزير لازم يخلف وزير، والناس دي تنصحوا فينا جوعوا من اجل الوطن. اسمع، انا بقبلش من اي عرض شبعان ينصحني اني اصبر على الجوع. اقول لك عليها وجه ابوك، لا بدنا هالديمقراطيه ولا بدنا هالحريه اللي بدكم اياها نمارس على كيف. هاتين على الشعب في الديمقراطيه، فكرونا بقر. انت بتحكي عن انتماء والديمقراطيه؟ طب جيب لي اسم ابن او بنت مسؤول في هالبلد اتخرج قبل 10 ايام وبعده ما توظف. اذا ابوه ما بده يوظفه، يا بفتح له مصنع، يا بجيب له وكاله اجنبيه زي اولاد الاكارم اللي تعرفهم. وكل ما دق الكوز بالجره لازم الشعب يكون كبش الفدا، وكل ما ضربته فص لازم احنا ندفع الثمن بحجه الانتماء والنخوه والشهامه والولاء. تعال مين تشاطر؟ تشاطروا على واحد مسخن بيسرق رغيف خبز عشان يشبع اولاده خبز، وبتتركوا اللي بيسرقوا ملايين بحجه انه فيش اثباتات. شموا طلعت راحتكم.